السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مفاجأة: أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة. دعونا نتعرف على التفاصيل. علم صدى البلد إن الفنان أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة مع فنانة شابة شهيرة، ولكنه لا يرغب في إعلان أي تفاصيل حاليا، حيث يفكر جديا في الزواج منها. وأخبر أحمد سعد بعض المقربين منه بأنه ينوي الزواج من الفنانة الشابة، ولكنه ينتظر بعض الوقت للتعرف على بعضهما البعض، خاصة أن تعارفهما كان منذ أسابيع قليلة. وكانت علياء بسيوني كشفت عن طلاقها من أحمد سعد بناء على رغبته، وانتقدت تصرفه الذي تسبب في خراب بيتهم، مشيرة إلى قيامها بالتضحية بالكثير من الأمور حتى تستمر حياتهم وتبني بيتا لأسرة سعيدة. ويحل الفنان أحمد سعد ضيفا على برنامج سولد أوت، والذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، وذلك يوم 18 فبراير المقبل. الحلقة من المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام القادمة على مسرح الجمهورية، وذلك بحضور الجمهور. ويلي الحوار بين محمود سعد وأحمد سعد حفلة غنائية للأخير. وكان قد روج الفنان أحمد سعد لأحدث أغانيه بعتذر لك، وذلك عن طريق نشر البرومو التشويقي للأغنية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا: قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسيبيه، بعتذر لك قريبا. ولاقى البرومو العديد من التعليقات الإيجابية من جمهوره ومحبيه، ومنها: من قبل ما نسمعها أكيد بتجنن، أنت متألق كالعادة وصوتك بيدخل في قلوبنا، وبتجنن، أحلى مغني وأحلى صوت وبالانتظار ومبين عليها بتجنن. وفعلا أحمد سعد نمبر 1. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.